يا أهلا وسهلا بيكم مع عيشة ببساطة في رمضان. رمضان اللي مليان بالعادات والمظاهر الجميلة اللي كلنا بنحبها وبنتعلق بيها من واحنا صغيرين وقد كده اهو. ومظهر النهاردة بقى هو رمضان بالنسبة لنا. أول ما نبدأ نشوفه في الشوارع كده كتير في كل حتة نعرف إن خلاص رمضان قرب. طبعا عرفتوا العادة بتاعت النهاردة هتبقى إيه؟ فانوس رمضان اللي كلنا بنحبه وبنفرح قوي بيه من واحنا صغيرين لحد دلوقتي. لازم يبقى عندنا فانوس جديد في رمضان. بس هل يا ترى حد سأل نفسه عادة الفانوس دي ظهرت امتى وازاي؟ وايه علاقة الفانوس ده برمضان؟ تعالوا وانا احكي لكم. طبعا كالعادة تكاثرت الأقاويل، ولكن المؤرخين كلهم اجتمعوا على رواية بتؤكد إن الفوانيس دي ظهرت وقت دخول المعز لدين الله الفاطمي أرض القاهرة، لأنه كان جاي ساعتها علشان ياخد القاهرة كعاصمة لدولته الجديدة. والكلام ده كان موافق يوم 5 رمضان سنة 358 هجرية. خرجوا أهل القاهرة كلهم علشان يستقبلوا المعز لدين الله الفاطمي اللي كان جاي بالليل، فكانوا ماشيين ومعاهم المشاعر وشمعة محطوطة على قاعدة خشبية ومتغطية بالجلود. ومن ساعتها ارتبط الفانوس بشهر رمضان. هل كده خلاص خلصنا الحدوتة؟ طبعا لا، ما خلصناهاش ولا حاجة. في رواية تانية بتقول إن أحد خلفاء الدولة الفاطمية كان بيطلع مع العلماء والفقهاء في موكب كبير جدا عشان يستطلعوا هلال رمضان، وساعتها كانوا بيمشوا كل الأطفال مع الموكب ده وهم ماسكين فانوس في إيديهم وبينشدوا الأناشيد وبيتنططوا من الفرح والسعادة لقدوم الشهر الكريم. خلاص كده خلصت حدوتة الفانوس؟ لسه شوية. في رواية تانية بتقول إن الحاكم بأمر الله أصدر فرمان إن لازم الفوانيس تتعلق في كل حتة، مش بس في الجوامع، لأ، في الشوارع وقدام البيوت والحارات والأزقة. واللي هيخالف التعليمات دي هيتعاقب. عصبي قوي الحاكم بأمر الله ده. معلش أنا عارفة إني طولت عليكم، بس دي آخر حاجة تتعلق بحدوتة الفانوس وليها علاقة برضو بالحاكم بأمر الله. بيقولوا إنه الحاكم ده كان مانع الستات إن هي تخرج من البيوت طول السنة ما عدا شهر رمضان. مسموح لها إنها تخرج بس بشرط يبقى معاها طفل صغير شايل الفانوس، علشان سببين: أول حاجة ينور لها الطريق، وتاني حاجة تبقى إشارة لرجال الحي إن هم يبعدوا عن الطريق علشان في واحدة ست معدية. كان حامش قوي الحاكم بأمر الله دوت. كالعادة هنفضل نقول بغض النظر عن صحة الروايات، هيفضل الفانوس هو أحلى وأجمل مظاهر رمضان اللي كلنا بنحبها وبنتعلق بيها. والمؤكد 1,000,000% إن هو بدأ من عندنا هنا في مصر، وبعد كده اتنقل للدول العربية والعالم كله، وبقى فيه تفانين من الشكل ده للشكل ده، وبقى فيه منه أشكال والوان كتير قوي. وربنا يديم علينا عوايدنا الحلوة اللي بتخلينا نفرح ونسعد بقدوم الشهر الكريم. وبس كده خلاص خلصت قصة الفوانيس وفقرة العادات الرمضانية، وعرفنا الفانوس ايه علاقته برمضان. نيجي بقى لفقرة الأكلات الرمضانية المحببة لقلوبنا كلنا. بصراحة بقى احنا النهاردة مش هنتكلم لا على الأكلات ولا على الحلويات، احنا هنتكلم عن مشروبات رمضان. ومادام جبنا سيرة المشروبات يبقى لازم نتكلم على أهم مشروب ليه علاقة برمضان، وهو قمر الدين. مش هطول عليكم، قولولي طولي براحتك، انتوا تسألوني تقولولي ليه تم بقى باسم قمر الدين ده، وانا اجاوبكم على طول واقول لكم ان في روايات كتير. منهم رواية بتقول إنه اتسمى الاسم ده لأن كان في قرية في سوريا اسمها قمر الدين. القرية دي كان بيتزرع فيها المشمش. في رواية تانية بتقول إن في كتب التاريخ اتذكر إن في سنة من السنين موسم جني المشمش جه بالصدفة مع استطلاع الهلال بتاع رمضان، وفي نفس السنة دي اتصنع المشمش المجفف اللي بقى بيتعمل منه عصير قمر الدين ومهلبية قمر الدين. ومن ساعتها وهو ارتبط برمضان وبقى مشروب أساسي فيه. وفي روايتين تانيين صغيرين ليهم علاقة بقمر الدين في رمضان. الرواية الأولى بتقول إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي كان دائم ومحب التجول
في الأراضي الزراعية مع أصدقائه وجيرانه وضيوفه، وإنه في مرة من المرات اتقدم له عصير المشمش ده، ومن ساعتها بقى بيشربه على طول، وخاصة في شهر رمضان. تاني رواية والأخيرة بتقول إن أحد البائعين في سوريا كان شديد الوسامة، واللي كان مشهور بين الناس إن هو بيقدم أحلى عصير مشمش في السوق كله، وعشان كده عصير المشمش ده اتسمى بقمر الدين. طبعا هنقول الله أعلم أنهي رواية في دول كلهم هي الأصح، ولكن مشروب قمر الدين طعمه جميل وقمر فعلا، سواء بقى يتشرب كعصير، يتاكل كمهلبية، حاجة كده منتهى اللذاذة والله. وبس كده خلصنا فقرتنا الجميلة بتاعة الأكلات الرمضانية، يلا نخش على الفوازير. وبكده احنا نكون وصلنا لآخر فقرة في البرنامج، فقرة حزورة فزورة. أنا بقول الفزورة وانتوا بتقولوا حلها. فزورة النهاردة سهلة قوي والله، بتتكون من كلمتين اتنين ملهمش تالت. بتقول ايه الشيء اللي بيتقدم ولكنه لا يتحرك؟ اللي هيقول الإجابة صح أول واحد هيطلع معايا الحلقة الجاية بفيديو في البرنامج. طبعا مش محتاجة أقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك للبيج على الفيسبوك، سبسكرايب للقناة على يوتيوب، وفولو على الانستجرام وتيك توك، وتخليكوا دايما فاكرين إن كلنا محتاجين نعيشها ببساطة. ورمضان كريم عليكم جميعا.